تصور عبد الله، لو أن رجلا وفق لإدراك ليلة القدر 50 عاما من عمره يقومها إيمانا واحتسابا، هل تعلم كم نال من الفضل؟ فعلى اعتبار أن ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من أكثر من 83 سنة، فلو أدركها 50 مرة فكأنما منح في ميزان العمل عمرا إضافيا يقارب 4000 سنة من العبادة والطاعة. فضل عظيم والله عباد الله، هذه أجور عظيمة وربح هائل ومنحة لا يوفق لها إلا من أقبل على الله سبحانه وتعالى بصدقه. نعم أيها المسلمون، ليلة القدر ليلة غير عادية أبدا، ليلة مباركة عظيمة، فهل بعد كل هذا الفضل وهذا التقدير الكبير لهذه الليلة يحسن بك أن تجلس في بيتك أو مع أصحابك وخلانك وتترك هذه الليلة وهي ليلة واحدة فقط؟ أيها الأخ الحبيب، لو قيل لك إنك بعد لحظات قليلة من بقائك في هذا المسجد في هذه الليلة ستحصل بعدها على 1,000,000 ريال، هل تتوقعون أن يتخلف أحدا؟ لا والله، بل سنرى أبواب المساجد وهي كضيض من الزحام. فيا عباد الله، إن شهركم قد عزم على الرحيل ولم يبقى منه إلا القليل، فمن أحسن منكم فيه فعليه بالتمام، ومن كان مفرطا فليختمه بالحسنى.